السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده الزبادي البيتي، الزبادي الكريمي الناجح معانا اللي مش ممكن ابدا ان يسرد مننا ميه تماما. رائع جدا وكريمي جدا جدا. وكمان هنعمله الزبادي الساده، وكمان هنعمل بنكهتين من الفراوله، وهنعمل صوص الفراوله الاقتصادي اللي منتهى الجمال بصراحه، اللي مش بنستغنى عنه تماما في التزيين وفي كل حاجه. يلا لايك وشير وسبسكرايب، يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبسم الله. ومعايا في الحله وهنزل فيها بلتر ونص من اللبن الحليب. اللبن اللي انا بستخدمه لبن بلدي بخيره. زي ما شايفين كده، تقدري تستخدمي اي نوع انت حباه، ولكن لما بيكون فيه خير في اللبن ده بيفرق كتير في طعمه. بدون غلي وبدون اي حاجه، وعلى البوتاجاز. وبسيبه على نار عاليه لوقت ما يبدا في الغليان. يعني مجرد ما الاقيه كده بدا ان هو يسخن وهيبدا ان هو يفور معايا، ببدا ان انا اشتغل على طول بالمضرب بتاعي. لازم ان انا اقلب باستمرار، وده ليه؟ علشان ما يكونش معايا طبقه في القاع، ودي مش بتكون كويسه خالص. وكمان علشان ما يعملش منك ريحه مش كويسه او يتلسع منك، فالتقليب المستمر ده ضروري جدا. بنسيبه بقى مجرد ما يبدأ في الغليان بهدي النار. بخليها هادية خالص واسيبها 10 ل 12 دقيقة. لازم ان احنا نسيبه من 10 ل 12 دقيقة. ملاحظين معايا هنا مستوى اللبن قل كتير عن الاول، وده كويس جدا، لان كده احنا بنتخلص من كمية المية الزايدة في اللبن. وكمان البكتيريا اللي بتكون موجودة في اللبن لازم مش مجرد ان هي غليان وبس، لا، لازم انها تتعرض للحرارة المدة الكافية بتاعتها. دلوقتي هنسيب اللبن على جنب لما يهدى تماما. ومعايا هنا نص كيلو من الفراولة. ما شاء الله قطعتها شرايح بالشكل ده علشان تسهل علينا. الفراولة مالية السوق وسعرها حلو جدا. على نص كيلو هنزل بربع كوباية من السكر. عايزة اقول لكم بقى ان الصوص ده اقتصادي ولذيذ جدا جدا، ونستخدمه في حاجات كتير قوي يا جماعة. معايا هنا على البوتاجاز وبدون اضافة اي مية تماما او سوائل، هو هينزل السوائل بتاعته براحته خالص. هنا بقول لكم نص ليمونه، لو احنا هنعمل كميه كبيره او هنحتفظ بيه يبقى لازم عصره نص ليمونه، دي ماده حافظه محترمه جدا. النار بتاعتي كانت على الوسط، وهنا بدات ان انا اقلب كويس علشان السكر يندمج مع الفراوله. وشايفين بقى اللهم بارك الصوص بدا ينزل معانا، وبدات تنزل السوائل بتاعتها السكر مع قطع الفراوله او شرايح الفراوله. مع التقليب كده بيبدا يظهر معايا ريم على الوجه، ببدا ان انا اشيله طبعا زي ما متعودين مع بعض دايما في اي نوع مربى بنعملها او صوص. لو اتجمع معايا اي ريم على الوجه بالشكل ده من الفواكه، فطبيعي ان احنا بنشيلها على طول، لانها طبعا بتأثر من عمر الحاجة اللي احنا بنعملها ومش بتحافظ عليها تماما. شايفين بقى الجمال؟ اللهم بارك. عايزة اقول لكم ان ده اطعم واحلى صوص ممكن تعملوه. تقدروا تستخدموه بقى في التزيين، التورت، الجاتوهات، الحلويات، التشيز كيك، مع الزبادي. عايزة اقول لكم ان ده اروع واجمل صوص ممكن تعملوه، اقتصادي جدا جدا، وكمان طبيعي 100% معانا، يعني بدون الوان صناعية ولا اي حاجة خالص. اللهم بارك. وهنا اللبن الحليب بتاعنا بعد ما برد، طبعا بتتكون كده طبقة على الوجه، لازم ان احنا نشيلها لانها مش بتكون كويسة خالص مع الزبادي. طبعا لازم نختبر بقى اللبن لازم يكون بصباعنا كده زي دمع العين، زي رضعة البيبي بالظبط. ما يكونش سخن ولا بارد، يعني بيكون اللي هو فاتر. تمام. في بولة صغيرة هاخد كبشتين من اللبن. وهنا بنجهز الخميرة بتاعتنا، الخميرة اللي هنعمل بيها الزبادي. كبشتين اللبن، عليهم معلقتين من السكر. طبعا السكر ده اختياري، تزودي او تقللي، وممكن تستبدلوه بالعسل الابيض. عليهم بمعلقتين من الحليب البودر، وده طبعا ضفناه السنه اللي فاتت، بيغير طعم وقوام الزبادي تماما، ممتاز. ومعايا كوب من الزبادي. هي علبه واحده انا ضفتها، لكن العلبه دي كانت كبيره شويه. ونقلب كويس جدا. عايزه اقول لكم كمان ان نوع الزبادي اللي هتستخدميه هو اللي هيديكي نفس طعم الكميه اللي انت هتعمليها كلها. تمام، يعني لو استخدمتي زبادي بلدي هيديكي نفس الطعم، زبادي من الشركات اللي هو الانواع التانية هيبقى نفس الطعم. نزلت بالخميره على اللبن كله، قلبت كويس جدا جدا. معايا هنا صينيه ألمونيوم، وعليها البولات اللي انا هنزل فيها الزبادي. انا هنا كان عندي طقمين من الكوبايات بتاعه الزبادي، والبولات اللي هي معانا دي استخدمتها. كمان نقدر نستخدم الفخار، لكن انا كان عندي احجامه كبيره شويه، فانا لا، انا عايزه يبقى على قد الشخص، كل واحد ياخد البوله بتاعته على قده، تبقى كويسه جدا. صوص الفراوله هنا كان بارد معانا تماما، طبعا ما ينفعش ننزله غير لما يكون بارد معانا خالص. ما شاء الله طبيعي، جربوه يا بنات، انا كل سنه بستخدمه معاكم بصراحه من جماله. ولو بتزيني بقى تورتايه او جاتو او حشوات او التشيز كيك رهيبه. عايزه اقول لكم كمان تقدري تخزني منه كميه ومن الفراوله يعني في الفريزر، ووقت ما تحبي تعمليها فظيعه يا بنات. بنزل بالشكل ده، تبارك الله عليه.
زي ما انت ما حابه بقى نزلي على قد البولات اللي انت عايزاها، مفيش مشكله خالص. بالمعلقه كده، وبدات ان انا انزل على القبات بتاعتي. لو طلع معانا بعض حاجات كده من الصوص فبالمصفى، وببدا ان انا اشيلها من على الوجه بالراحه خالص علشان يبقى الوجه بتاعنا صافي تماما. نسيت وكنت نزلت من غير المصفى. فبدات ان انا اصفي كويس، وعايزه اقول لكم لازم نصفي كويس جدا جدا عشان بيطلع معانا شوائب كتير من اللبن، فيطلع معانا الزبادي كده كريمي ورائع. عايزه اقول لكم ان والله اطعم الزبادي اللي بنعمله في البيت. على الاقل احنا عارفين مصدره وعارفين احنا عاملينه ازاي، واثقين انه لبن حليب طبيعي يا جماعه. تمام. كده خلصنا الكميه الاولى معانا من الزبادي الساده. نبدا نعمل نكهه الفراوله. وانا المره دي هستخدم معاكم ايس كريم الفراوله. استخدمنا قبل كده جيلي الفراوله، المره دي نستخدم ايس كريم الفراوله. ومعايا معلقتين ونص كده من كبار من الفراوله على حوالي نص لتر من اللبن الحليب. دي نكهه الفراوله عامله زي الشربات كده اللي انا وريتها لكم في المشتروات. ضفت منه نقطه واحده وبس. هنا اللون ما اختلفش كتير معايا، فحبيت ان انا اديله اللون اللي هو بتاع البينك بتاع زبادي الفراوله، فاديته نقطتين من الالوان الجل علشان نوصل باللون للدرجة اللي هنشوفها سوا مع بعض. دي كده ممتازة جدا. هنا هبدأ ان انا انزل بيه برضو، وهصفيه كويس جدا. وياريت لو مصفى تكون ضيقة شوية علشان لو في اي حاجات صغيرة ما تظهرش معانا تماما. شايفين بقى بيطلع كتير جدا جدا من اللبن، طبعا من الغلي والحاجات دي، فلازم بيطلع معانا حاجات من اللبن. طبعا في ناس مش بتصفيه بس مش بيكون افضل حاجة. بنزل بقى على الصينيه كده بالميه. الميه بتاعتي مش بتكون مغليه قوي، لا يعني بكون غليتها وسبتها 10 دقايق تهدى شويه، وبعد كده ببدا ان انا اضيفها على الصينيه لمستوى بسيط، يعني لربع الكوبايه تقريبا. وده ليه؟ علشان خاطر لو احنا ضفناها مغليه جدا ده بيخلي معانا الزبادي يكون قوامه مش مظبوط، وبنلاقي في القاع كده مش القوام كريمي تماما، لا بيبقى زي كانه رايب، فده مش حلو خالص. بغطيه كده واغطيه كمان صينيه وادخله الفرن بيكون دافي زي الحضانه بالظبط. طبعا نقدر نغطيه بالبلاستيك ريب زي ما عملنا قبل كده، كان ممتاز. طيب يا أمنية، قعد معانا قد ايه في الفرن؟ أخد معايا بالظبط 6 ساعات ل8 ساعات. يعني المفروض بعد 4 ساعات، لكن الجو كان بارد جدا بصراحة في الأيام دي، فأخد معايا حوالي 8 ساعات. مفيش مشكلة خالص معانا. بعد 4 ساعات لو اختبرته ولقيته لسه ما تمسكش معانا، أرجع أدفيله الفرن تاني وأسيبه كمان 3-4 ساعات لحد ما يتماسك معانا. وزي ما شايفين اللهم بارك، يعني متماسك ومحتفظ بنفسه تماما. بنقلب البولات ما شاء الله متماسك وزي الفل بدون ما ندخله التلاجة. لسه ما دخلش التلاجة معانا خالص. وده نوع كمان انا عملته بالجيلي الفراولة زي ما عملناه السنة اللي فاتت. اللهم بارك، عايزة اقول لكم في منتهى الجمال بصراحة، ممتاز جدا جدا، والولاد كمان بيحبوه. وكده بعد ما دخلته التلاجة 2-3 ساعات، عايزة هنا اعتذر منكم ان الاضاءة مش احسن حاجة، لان الكاميرا مش عارفة كان فيها ايه بصراحة. ف ظلمة بصراحة الحاجة خالص. صوص الفراولة ممتاز وشكله يجنن. طبعا هو مش ظاهر هنا معانا احسن حاجة. وزي ما شايفين ما شاء الله تماسك الزبادي معانا، وقد ايه هو كريمي ومش سارد اي ميه تماما. البوله معانا اللهم بارك مفيش فيها اي ميه خالص، وده طبعا لاني سويناه صح جدا. اخد الوقت الكافي بتاعه على البوتاجاز وتخلص من كل الميه اللي كانت موجوده فيه. وده كده زبادي الفراوله اللي بنكهه اللي بالجيلي الفراوله. شايفين بسم الله ما شاء الله البولة يعني ممتازة، الطعم روعة يا جماعة، كريمي جدا جدا. شايفين لآخر قطعة من تحت البولة نفسها من تحت عاملة ازاي معانا، القب عامل ازاي ما شاء الله. زي ما احنا ما شايفين مش مخرز معانا خالص، مفيهوش اي حاجة مش مظبوطة تماما ما شاء الله عليه. وده طبعا اللي هو السادة، وفي من تحت صوص الفراولة، وده اللي بالايس كريم الفراولة ما شاء الله يجنن. انا صعبان عليا ان الصورة ضايعة خالص. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. الوصفة بتاعتنا النهاردة روعة يا بنات، اتمنى تجربوها سواء الزبادي السادة او اللي بالايس كريم او اللي بالجيلي، وعملناه مع بعض قبل كده. اتمنى يكون عجبكم يا رب. كل عام وانتم بألف خير، وده احلى زبادي لاحلى سحور. تسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم ودينا جميعا يا رب، اللهم امين. دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل ان شاء الله. واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم وتشجيعكم اللي دايما بيحفزني وبيشجعني. بحبكم جدا جدا في الله، والسلام عليكم.